أصدقائي، بعد ما خلصت سفرتنا إلى مصيف أو قلي سيليا في منطقة دينارتا، قررت أرجع إلى ناحية دينارتا وأمر من خلالها متوجه إلى منطقة بارزان، ومن منطقة بارزان أتوجه إلى منطقة شيلاتزي وديرة لوك اللي هن الجهة المقصودة في سفرتي. وإن شاء الله راح أصور قدر الإمكان الأماكن الحلوة اللي راح أمر بيها بهاي المناطق، وإن شاء الله تعجبكم هاي المشاهد. أصدقائي، هذا الطريق تشوفوه، هذا صاير قريب من دينارتا، هو يطلع على منطقة بارزان هذا الطريق، بس هذا أعلى جبل أنا صاعده بكردستان، يعني كلش عالي هذا الطريق. وذيك المنطقة البعيدة سأقربها لكم، هذه هي منطقة دينارتا أو ناحية دينارتا. هذا الطريق اللي شوفتكم اياه اللي قلت لكم جبل كلش عالي صعدته بالسيارة، هذا هنا الجهة الثانية النزلة مالته باو، النزلة مالته همينة كلش قوية. سبحان الله، شوف هاي الجبال شاهقة عجيبة. هاي هيج تطلع باتجاه منطقة بارزان. شوفون ذاك النهر، أصدقائي هذا النهر اسمه حسب ما مكتوب بالخريطة اسمه الزاب الكبير، هذا موجود في منطقة بارزان. طبعا يعتبر نهر مهم في منطقة بارزان، ما شاء الله بي هواية مي. هذا يجري بهذا الاتجاه، بعدين يلتقي ويا مجموعة أنهار أخرى وينزلون باتجاه الموصل ويكونون نهر اسمه الزاب الكبير، بعدين يصب في نهر الدجلة في جنوب الموصل.
أصدقائي، هذه الناحية اللي أمر بها حاليا هي في منطقة بارزان، واسم الناحية هو بلي بارزان، وهي قريبة من نهر الزاب الكبير، وهي إداريا تابعة إلى قضاء ميرغاسور ضمن محافظة أربيل. هاي المناظر الجميلة اللي تشوفوها على الطريق هي في منطقة بارزان. منطقة بارزان هي منطقة واسعة تقع في أقصى الشمال من محافظة أربيل، في المثلث العراقي التركي الإيراني. تتبع ناحية بارزان قضاء ميرغاسور في محافظة أربيل. تحوي منطقة بارزان على محمية طبيعية كبيرة يوجد فيها الكثير من الحيوانات البرية، واللي يحرم فيها كل أنواع الصيد حفاظا على بيئة هذه المحميات التي تعد من أروع وأجمل الأماكن في كردستان.
أصدقائي بعد ما قطعت مسافة طويلة حتى أصل هاي المنطقة اللي أنا بيها حاليا، الطريق كان بصراحة طويل نوعا ما مرورا بمنطقة بارزان، لكن كان ممتع بمناظر الجميلة. وصلت ويا غروب الشمس إلى هاي البلدة اللي هي اسمها ناحية شيلاتزي. ناحية شيلاتزي تتبع قضاء العمادية أو آميدي كما تسمى في محافظة دهوك، وهي تبعد مسافة 31 كيلومتر عن مركز قضاء العمادية. راح نريح هاي الليلة هنا، وإن شاء الله غدا صباحا نتوجه إلى منطقة ديرلوك ونزور مصايف هاي المنطقة الجميلة.